قصة مرعبة من قلب الهرم. شقة كل اللي دخلها عمره ما خرج زي ما دخل. لو قلبك جامد دوس لايك واشترك عشان نكمل الحكاية. في منطقة الهرم بين العمارات الكتيرة اللي شكلها شبه بعض ظهرت شقة غامضة بقت مشهورة إنها مسكونة ومحدش بيقدر يعيش فيها. الناس في المنطقة لحد النهاردة بيحكوا عنها وكل جيل يضيف تفاصيل جديدة، لكن كل الحكايات ليها قاسم مشترك: اللي بيسكن فيها بيخرج منها مرعوب أو مش بيرجع تاني. البداية كانت في أوائل التسعينات. كان في عيلة صغيرة، الأب اسمه أحمد والأم منة ومعاهم طفلين. لقوا إعلان عن شقة واسعة في شارع متفرع من شارع العريش بسعر أقل بكتير من باقي الشقق. صاحب العقار قال لهم إنه بس عايز يخلص منها بسرعة، فاعتبروها صفقة العمر. أول ليلة قضوها في الشقة الدنيا كانت هادية، لكن الأم صحيت على صوت تكسير جاي من المطبخ. جريت تشوف، لقيت الكوبايات اللي حطتها بنفسها في الدولاب كلها واقع على الأرض ومكسورة، والدولاب لسه مقفول. لما رجعوا يناموا حسوا ببرودة غير طبيعية في الأوضة رغم إن الجو كان صيف. الأحداث بدأت تزيد يوم ورا يوم. الولد الكبير كان بيقول إنه بيشوف ست لابسة فستان أبيض واقفة عند باب أوضته، وأول ما ينادي عليها تختفي. البنت الصغيرة كانت تصرخ بالليل وتقول إن في حد قاعد جنب سريرها. في يوم الأب رجع من الشغل متأخر، لقى مراته واقفة في الصالة بتبص للمراية الكبيرة اللي جابوها معاهم من البيت القديم. انعكاسها كان مبتسم ابتسامة واسعة جدا، رغم إن هي نفسها كانت باصة بوش جامد من غير تعبير. من هنا بدأت الأم تنهار نفسيا، وبعد شهر واحد العيلة كلها سابت الشقة من غير ما تاخد حتى عفاشها. بعدها الشقة فضلت مقفولة شوية لحد ما جه سمسار عرضها لواحد طالب جامعي اسمه كريم. كريم كان ساكن مع 2 من صحابه وكانوا بيدوروا على مكان رخيص. أول أسبوع كان عادي جدا، لكن ال3 بدأوا يسمعوا صوت خطوات بالليل، وأوقات صوت أبواب بتتفتح وتقفل. كانوا يضحكوا ويقولوا يمكن العمارة قديمة. لكن الليلة اللي قلبت حياتهم حصلت لما رجعوا من الكلية، لقوا الأساس كله متحرك مكانه. الكنبة اللي في الصالة بقت جنب المطبخ، والسرير اتقلب. لما سألوا البواب قال لهم: أنا شفت نور بينور ويطفي جوه الشقة طول اليوم مع إنكم مشيتوا من بدري. كريم حكى بعدين إن في ليلة وهو نايم صحى على صوت همسم في ودنه بيقول له: امشوا قبل ما يفوت الأوان. تاني يوم واحد من أصحابه اختفى فجأة، لقوا شنطته وهدومه في الشقة، لكن هو نفسه مش موجود. البلاغ اتعمل والشرطة دورت في كل العمارة ومفيش أثر. من بعد الحادثة دي كريم وصاحبه التاني خرجوا من الشقة وهم بيقسموا إنهم مش هيرجعوا. الإشاعات عن الشقة انتشرت أسرع. الجيران بدأوا يقولوا إن في أكتر من حالة شبه كده. فيه اللي حكى إن واحد ساكن فيها لقى كلام محفور على الحيطان وهو نايم، جملة واحدة بتتكرر: مش هتخرج. وفي ست مطلقة حاولت تعيش فيها لوحدها، لكن الجيران كانوا بيسمعوا صوتها بتصرخ كل يوم بالليل، لحد ما اختفت فجأة وسابوا الشقة فاضية.